يا صباح الخير ومساء الجمال على كل المستمعين في كل مكان. أهلا بيكم في بودكاست جديد من اسمعني. رمضان كريم على كل المستمعين يا رب، ويا رب إن شاء الله نكون كلنا في أحسن حال، وبإذن الله رمضان ده يكون رمضان خير على كل المسلمين في كل مكان، ويكون هداية لناس كتيرة جدا تايهة ومش عارفة تلاقي الطريق بتاعها الصحيح. كلنا بنكون متشوقين لرمضان عشان هو فرصة كبيرة جدا من ربنا يغسل بيها قلوبنا ويغسل بيها حياتنا وحاجات كتيرة جدا من التشتت والضغط والمشاعر السلبية واللخبطة والهموم والحاجات الكتيرة جدا اللي بتخلينا مش عارفين نعيش بشكل كويس، مش عارفين نقرب من ربنا. ساعات رمضان بالنسبة للناس يكون فرصة فعلا وبيحسوا برمضان جدا ويكون صفحة جديدة فعلا في حياتهم. في ناس تانية للأسف بتكون تايهة ومش حاسة بأي حاجة في رمضان. في ناس تالتة أصلا رمضان بالنسبة لها موسم للتسويق والمسلسلات والإعلانات والحاجات دي كلها. ولكن النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم إن احنا نبدأ فيه في رمضان، عشان هو أساس في حياتنا أصلا في رمضان وغير رمضان. ولكن احنا هنقتنص فرصة إنه الدنيا رمضان، وإن هي فعلا فرصة روحانية من الله سبحانه وتعالى لينا كلنا، إننا نحاول نفتح صفحة جديدة مع نفسنا ومع الله سبحانه وتعالى، عشان هو أكتر جانب في الحياة هيساعدنا إننا نكون أفضل في كل الجوانب التانية. فلو حسنا وشحنا طاقتنا وشحنا روحنا وحياتنا بالله سبحانه وتعالى في فرصة زي دي، خصوصا ان الشياطين بتكون مش موجودة في الشهر ده بالذات، فده هيكون حاجة قوية جدا لو احنا فعلا عرفنا نستغلها صح. من اهم الحاجات اللي حابة اتكلم عنها مهمة قوي تكون اساس في حياتنا ومهم جدا نكتسبها في رمضان، هي صلاة الفجر في ميعاده. صلاة الفجر في ميعاده ناس كتيرة جدا 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 نفسها تعمل كده ومش عارفة، وناس كتيرة بتجرب شوية وما بتعرفش تنتظم، وفي ناس ما بتعرفش اصلا، وفي ناس مش على بالها. بس الواحد لما مرة واحدة بس على الأقل يجرب يصلي صلاة الفجر في ميعادها، بيلمس قد إيه اليوم ده مميز، اليوم ده مختلف. الله بقى لو حياتي كلها كده، وأنا ليه مش قادرة أكمل حياتي كلها بصلاة الفجر؟ طيب هي ليه مهمة قوي كده؟ هي الوحيدة اللي بتخلي حياتنا منورة بالطريقة دي؟ ليه الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اللهم بارك لأمتي في بكورها؟ ليه دايما التأكيد على صلاة الفجر وصلاة العصر بالذات؟ ليه؟ عشان الناس كلها في الوقت ده بتكون نايمة، فاللي هيصحى في وسط البرد، وسط النوم، حلاوة النوم بقى والكلام ده كله، ويقوم يقابل ربنا في الوقت ده، أكيد مش هيبقى زي اللي نايم في الوقت ده. فطبيعي يبقى ليه بونص، يبقى ليه فضل كبير، يبقى ليه ثواب أكبر من الناس التانية. ده بالنسبة للفجر. بالنسبة للعصر علشان في الوقت ده برضو بالذات بيكون في الشغل والكلام ده كله، أو ممكن نقول نص النهار في زحمة الانشغالات اللي في حياة الإنسان. فبالتالي هل هتفتكر ربنا وسط الانشغالات الكتيرة اللي في حياتك، ولا هتنشغل فعلا وهتأجلها وهتنساها أصلا واليوم يعدي وتبقى تقيلة على قلبك في آخر اليوم؟ فعشان كده الصلاة على وقتها هي من ضمن أسباب أن الإنسان يرتب وقته، يرتب يومه، ويرتب حياته، يقرب من ربنا ويحافظ على العلاقة الوحيدة الأساسية في حياة كل شخص فينا، هي علاقته بالله سبحانه وتعالى. لو انقطع الصلة أو انقطع الاتصال بالله سبحانه وتعالى، فأنت هتبقى طبيعي مش مركز، تايه، حتى لو الدنيا ماشية معاك، بس برضو في حتة كده جواك مش مستريحة، في حاجة ناقصة. فعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى هو أهم جانب المفروض الواحد يركز عليه ويحسنه ويستمر في تحسينه، لأنه هو مش فترة واحدة، لا، هي طول الحياة، هي مجرد إننا بنبني العلاقة ونقويها مع الوقت. فده دورنا. طيب عايزين نتكلم أكتر عن صلاة الفجر بشكل متعمق أكتر ونعرف تفاصيل عنها. بما اني برضو انا درست في الازهر، فعندي شوية معلومات حابة اشارككم بيها، وحبيت قوي ان اشارككم بيها، لاني مش حابة ان انا اكون عارفة المعلومات دي وساكتة، لانه دي حجة عليا برضو ان انا اكون عارفة المعلومة ومش قايلاها او مش بشاركها مع حد، فدي حاجة مش كويسة. فقلت ان انا اشارككم بيها عشان كلنا نحاول نساعد بعض او نشجع بعض او نفكر بعض اننا نكمل الطريق في الاتجاه الصحيح. صلاة الفجر هي أول الصلوات الخمسة المفروضة على جميع المسلمين،
ده شيء احنا كلنا عارفينه، ولكن بنأكد عليه تاني. هل هي صلاة سرية ولا جهرية؟ يعني في الميكروفون والصوت عالي ولا بتبقى سرية؟ قال لك لا، هي صلاة جهرية، بمعنى انه الصوت يبقى عالي فيها. ليه؟ لانه الوقت ده المفروض المسلمين كلهم يصحوا، فلازم تكون جهرية. طيب عدد ركعاتها كلنا عارفين ان هي ركعتين، بس مش كلنا عارفين ان لازم يكون معاها سنة ركعتين برضو، لان السنة في وقت الفجر هي سنة مؤكدة، يعني بتكون قبل صلاة الفجر، بعد الأذان وقبل صلاة الفجر. طيب ليه هي سنة مؤكدة؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواظب عليها دايما، فاحنا عشان بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلازم ان احنا كمان نواظب عليها. طيب هي ليه فرض عين؟ الله سبحانه وتعالى قال: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ايه كتابا موقوتا؟ يعني في وقت محدد. طيب ساعات كتير جدا ممكن نتأخر على الصلاة، يعني للأسف قبل ما الإنسان بيتعود على إنه يصحى في صلاة الفجر أو يحاول إنه يصحى في صلاة الفجر بيصليها دايما صلاة صبح مش صلاة فجر. طيب مبدئيا كده ليه اتسمت صلاة فجر؟ لأن الفجر هو انفجار النور في وسط الظلام، يعني ظلام الليل وظلام العتمة بتاعت الليل، يعني قبل ما الشمس تطلع كده بشوية بيبقى فيه شوية نور اللي هو بيسموه الشفق، في الوقت اللي هو ما بين الليل والنهار، لسه الشمس مطلعتش بس لسه في ضوء، عشان كده اتسمت صلاة الفجر. ليه لما بنأخرها بتبقى صلاة الصبح؟ لأن خلاص الشمس بتبقى طلعت ويبقى في نهار، وده يعتبر بداية الصبح. طيب لما بنصليها في ميعادها بتكون الفضل بتاعها صلاة حاضرة، يعني فضل صلاة الفجر اللي هي الصلاة الحاضرة في وقتها. طيب وقتها امتى؟ من أذان الفجر لحد طلوع الشمس، والوقت ده طبعا بيختلف حسب التوقيتات في الأماكن المختلفة، وكمان على حسب توقيت شتوي أو صيفي، فهو في حدود ساعة أو ساعة ونص، ممكن تكون أقل ممكن تكون أكتر. طيب لما تطلع الشمس وتفوتني صلاة الفجر للأسف، يعني في الوقت ده بيبقى اسمها ايه؟ اسمها قضاء مش حاضر. طيب وقت القضاء بيكون امتى؟ هل بيبقى في وقت محدد بعدها خلاص ما ينفعش اقضيها، ولا بيبقى ممتد؟ قال لك لا، هي بتبقى ممتدة ولا حد لها، يعني ملهاش وقت معين ما ينفعش بعده تصليه غير لو مت. وعشان الإنسان مش ضامن عمره ومش ضامن الوقت اللي ممكن يقضي فيه الصلوات اللي بتفوته وخصوصا صلاة الفجر، فبالتالي ما ينفعش إننا ننساها أو نأخرها أو نأجلها، لأنه الإنسان فعلا لو مات قبل ما يقضيها تتحسب عليه، وأول حاجة بيتحاسب عليها الإنسان لما يموت هي الصلاة، ومن أهم الصلوات هي صلاة الفجر، فبالتالي يستحسن إن الإنسان يصليها لما يفتكرها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بنفسه، قال: فإذا نسي أحدكم صلاة أو تأخر عنها فليصليها إذا ذكرها. يبقى أول ما أذكرها أو أول ما أفتكرها أصليها. طيب حد يقول لي دلوقتي أنا فايتني صلوات كتيرة جدا، قعدت فترة كبيرة جدا في حياتي ما كنتش بصلي، طب ده معناه إيه؟ يعني أنا هقضي كل الصلوات دي إزاي؟ في حيلة أو في اقتراح في ناس كتيرة بتعمله، إنه يصلوا الصلاة صلاتين. يعني مثلا لو أنا بقالي سنة مثلا ما كنتش بصلي خالص، سنتين 3 أيا كان، أكون واخد مع نفسي عهد أو نية إنه لمدة سنة اللي جاية دي إن شاء الله أنا هصلي الصلاة صلاتين، بمعنى أصلي الظهر ومعاه ظهر من قديم، يعني الظهر بتاع النهاردة هصليه او الفجر بتاع النهارده هصليه، وهصلي معاه فجر من اللي انا ما صليتهمش زمان، فبالتالي بصلي الحاضر وفي نفس الوقت بقضي اللي فاتني. فده حل كويس جدا لكل الناس اللي ممكن تكون قلقانه من الصلوات اللي فاتتها لسنين كتيره في حياتها. طيب نيجي لأهم جزء من أجزاء الحلقة بتاعت النهاردة، وهو فضل صلاة الفجر. طب أنا دلوقتي صحيت صلاة الفجر، ايه الفضل اللي هيرجع عليا او ايه العائد اللي هيخليني اتشجع اقوم في صلاة الفجر فعلا واكون كده متحمسة من جوايا؟ لان ده حاجات احنا لمسينها في حياتنا، فلازم يكون احساسنا من جوه فاهم وحاسس ومستحضر الحاجات دي علشان يبقى عنده دافع انه يقوم كل يوم من احلى نومه عشان يصلي الفجر. اول حاجة من فضل صلاة الفجر في وقتها هي الرزق الواسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. مش بس الرزق الواسع، لا كمان البركة في هذا الرزق، ودي رقم 2. يبقى أول حاجة الرزق الواسع، تاني حاجة البركة في هذا الرزق. يعني إيه بركة أصلا؟ البركة جاية من الزيادة والنمو،
وانه يكون في نفع في الحاجة اللي انت بتعملها مهما كانت صغيرة. يعني مثلا انسان ممكن يبدأ يومه بدري فعلا ويصلي الفجر ويحس ان يومه طويل وفي حاجات كتيرة بيعملها، مش وقته كمان هو المبارك، لا، اي حاجة بيعملها في الصبح ده بتحس ان هي بركة. معاه 5 جنيه تلاقي ال5 جنيه دي كفت حاجات كتيرة جدا اشتراها رغم الغلا اللي احنا فيه. بيقول كلمة حلوة لحد لقى حاجة تانية حلوة جات له من حد تاني فجبرت خاطره اكتر من الجبر اللي هو عمله للشخص الاولاني. بركة في الوقت، بركة في الرزق، بركة في القول، بركة في العمل، بركة في الدراسة، بركة في كل حاجة في حياتك. فربنا بيفتح ليك ابواب الرزق في الوقت ده، والدعاء كمان، الرزق الواسع في الدعاء، وان هو يستجيب هذا الدعاء ويبارك كمان في هذا الرزق ايا كان نوعه وايا كان شكله وحجمه. فهو بيحط فيه نفع كبير جدا لحياتك، واللي جرب صلاة الفجر هيفهم الكلام ده كويس قوي وهيحسه، ويمكن كمان يقشعر من جواه لانه فعلا لمس الكلام ده، حس الكلام ده، عاش الكلام ده، عرف انه فعلا ده مش مجرد كلام، ده فعلا واقع. تالت حاجة بتحس بيها في صلاة الفجر أو من فضل صلاة الفجر في وقتها هي إنك بتحس براحة نفسية غير عادية لما تعمل حاجة زي كده. بتحس إنك أنت عندك طيبة نفس، صفاء نفسي، راحة نفسية، شحنت طاقة، لأن الله سبحانه وتعالى بيوزع الرزق في الوقت ده. فبتحس إنك أنت رحت في الوقت اللي ربنا بيوزع فيه الرزق على الناس اللي صاحيين في الوقت ده، فأنت خدت رزق كبير أكتر من أي حد تاني كان نايم في الوقت ده. فأنت من جواك بتحس إنك مليان فل، شحنت طاقة خلاص على آخرها. رابع فضل من صلاة الفجر في وقتها هي انه عندك حسنات كتيرة جدا، ثواب كبير جدا. يعني مش رزق واسع بس في حياتك، مش بركة بس في حياتك، مش طيبة نفس كمان في حياتك، لا، ده كمان عندك حسنات وثواب ربنا حطولك في ميزان حسناتك مش هتعرف عنه حاجة غير في يوم القيامة بفضل صلاة الفجر. خامس حاجة انك تكون في ذمة الله. يعني ايه في ذمة الله؟ يعني في حفظ ورعاية الله سبحانه وتعالى. ممكن بفضل صلاة الفجر ربنا يبعد عنك حاجة وحشة كانت هتحصل لك، بس انت بصلاة الفجر حشتها عنك. الله سبحانه وتعالى ممكن يهديك لحاجة انت مش عارف تقرر فيها قرار، او ربنا يرزقك بحاجة انت شايل همها ومش عارف هتتحل ازاي، فبالتالي انت هتكون محاط بمعية الله سبحانه وتعالى او ذمة الله سبحانه وتعالى او حفظ الله سبحانه وتعالى. سادس حاجة انه طبعا احنا عارفين ان في ملائكة بترفع الاعمال بعد صلاة الفجر وترفع الاعمال في وقت الغروب، يعني وقت الشروق ووقت الغروب. الملائكة لما تشوفك صليت الفجر هتكون اسمك طالع مع الأسماء اللي الملائكة شايلاها للسماء. يعني الملائكة هتكون شاهدة عليك انك انت صليت الفجر في ميعادك وحطت اسمك ضمن الناس اللي صلت وكمان رفعتها لله سبحانه وتعالى. فتخيل كده انك اسمك بيتذكر عند الله سبحانه وتعالى انك انت فعلا قمت وصليت الفجر في ميعاده. احساس قوي قوي، يعني عظيم جدا. النقطة اللي بعدها انه من فضل صلاة الفجر في وقتها رؤية الله سبحانه وتعالى. لما الملائكة بترفع اسمك مع الناس اللي صلت الفجر في ميعاده بيكون ليك الأولوية في انك تكون من الناس اللي هتشوف ربنا بإذن الله يوم القيامة بثواب كبير جدا. يعني ليه بقى؟ ليه؟ لأنك انت زي ما قلنا في وسط الحلقة ان انت بتقوم من أحلى نومة علشان تصحى تصلي الفجر علشان تقابل ربنا. تحاول تقاوم النوم، تحاول تقاوم الشيطان اللي بيقولك نام، تتوضى، في الرجال تصلي في المسجد، تنزل في البرد لو كان في برد في الوقت ده. فانت بتعمل كل ده علشان تقابل ربنا لأنه عايز يقابلك في الوقت ده، فانت رايح تقابل ربنا، فهيكون ليك الأولوية طبعا والفضل الكبير جدا من الله سبحانه وتعالى عليك انك تشوفه ان شاء الله يوم القيامة، وكمان تشوفه في الحياة في كل حاجة في حياتك. يعني لما تكون متحوط بالله سبحانه وتعالى فانت كده في أمان. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمان في فضل صلاة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها، واللي هيجربها ويستمر عليها هيفهم فعلا معنى الجملة دي. وكمان من فضل صلاة الفجر في وقتها هي انه ضمان للمسلم انه يكون دايما في حالة من حالات الايمان والامان من النفاق، يعني دايما هيكون في معية الله، فربنا حافظه من اي حاجة او معاصي هتكون حجاب عن المعاصي اللي ممكن يرتكبها في العادي. فبصلاة الفجر ربنا هيبعده عن الحاجات اللي ممكن ترجعه لورا. لو مكمل معايا الحلقة لحد دلوقتي بإذن الله تكون من الناس اللي فعلا ربنا خصهم بالفضل ده وبالرزق ده وبالبركة دي، وبإذن الله ربنا ييسر لك أمورك وتبقى فعلا بتعيش بيها في حياتك وتلمس أثرها الكبير جدا في حياتك.
آخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة سؤال ممكن يكون بيخطر في بالك دلوقتي، وهو إزاي ربنا يمن عليا بصلاة الفجر في وقتها؟ بتفوتني كتير، بحاول كتير ومش بعرف، الشيطان بيغلبني، النوم بيغلبني، أعمل إيه؟ أنا قلبي بعيد، حاسس إن أنا مش قادر أقرب، مش قادر أعمل الحاجة دي، عايز أعملها بس مش عارف أعملها. هقولك خطوتين مهمين جدا 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 وأساسيين جدا 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 في حياة الإنسان، وكمان علشان يساعدوا في الخطوة دي. أول حاجة فيهم هي النية، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وحده فقط. يا رب ساعدني إن أنا أنام النهاردة وأصحى أصلي الفجر في ميعاده، حتى لو أنا نايم متأخر ومش قادر أنام بدري علشان لسه متعودتش. يا رب ساعدني إن أنا أصحى في الوقت، يا رب ساعدني ان انا اصلي الفجر في ميعاده، يا رب ساعدني ان انا انتظم. الدعاء دايما يكون لربنا انه يا رب ساعدني ان انا اعمل كده، وتكون النية من جواكي او من جواك خالصة لله. يا رب انا بعمل كده علشان انت ترضى عني، انا عارف وعارفة ان انت لما ترضى عني هترضيني، فانا عايزة ارضيك يا رب. فاهمين قصدي؟ يبقى اول حاجة النية، انه اخلاص النية لله سبحانه وتعالى، والدعاء بنية خالصة لانه الله يساعدنا على ده. تاني حاجة ومن أهم الحاجات برضو هي الاستغفار في يومك بشكل عام، مش في وقت محدد. ليه بقى؟ ليه الاستغفار بيساعد الإنسان على إنه يتقرب من الله، يساعده إن هو يصلي الصلاة في وقتها، يساعده إن هو يعمل حاجات كتيرة جدا مش عارف يعملها. تخيل معايا إن قلبك بقاله فترة بعيد عن الله، فطبيعي مش فجأة هتبقى انت خلاص رمضان دخل تبقى بقى خلاص منتظم مع الصراط المستقيم. صعب جدا ان انت تبقى حاجة زي كده. فبيبقى في خطوة كده قبل ما تقرب من ربنا لازم تعملها، وهي انك تنظف قلبك من طبقات التراب اللي موجودة عليه. التراب هي المعاصي او الحاجات اللي بعدت الانسان عن ربنا سبحانه وتعالى. فالاستغفار بيساعدك انك تشيل التراب ده وتنظف قلبك من الحاجات اللي عاملة تراكمات عليه كبيرة جدا. لما تعمل كده هتبدأ تخلي قلبك جاهز انه يستقبل. لكن لو ما عملتش كده او ما حاولتش بأي طريقة تانية انك تنظف التراب والطبقات اللي موجودة دي، هتبقى كأنك بتدعي ربنا وقلبك مش حاضر، قلبك مش موجود، مش حاسس بخشوع، حاسس انك بعيد، حاسس ان ربنا مش قابلك مع انه هو قابلك. بس انت محتاج تعمل خطوات تساعدك انك تقرب، لانك انت بقالك فترة بعيد حتى وانت مش حاسس. انت بتستغفر وانت مش حاسس الاستغفار، فاعمل كده واستمر. لانه في الاول التراب ده هيبقى عامل زي حاجة ناشفة، فانت محتاج تكسرها الاول علشان تدوب شوية، تهدى شوية، او تبدأ ان انت تدخل بقى على عمق القلب من جوه. فلما تعمل كده بالاستغفار وانت مش حاسس ومستمر وعندك نية انك تكمل وتستغفر، تستغفر وانت بتشتغل، تستغفر وانت في الطريق، تستغفر وانت تلبسي عشان تروحي مشوار، تستغفري وانت بتعملي اكل، تستغفري وانت بتشتغلي في البيت بتربي اولادك، تستغفري وانت بتعملي اي حاجة. ده هيبقى في الاول. بعد كده هيبقى عندك اقبال على الله شويه، واحده واحده تبداي تقربي شويه، تحسي انك عايزه تقعدي مع الله انت وهو بس، وانت مركزه في الاستغفار، مركزه في الدعاء، مركزه في النيه، مركزه في حاجات كتيره جدا. في الوقت ده هيبقى قلبك بدا يبقى حاضر، بدا يبقى موجود، ومن هنا هتبدا الدنيا تتفتح في وشك، تبدأ حاجات كتيرة تتيسر لحياتك وهتلمسيها. استغفار والنية وصلاة الفجر، 3 حاجات دول لو احنا حاولنا ننتظم عليهم، نقرب من ربنا سبحانه وتعالى فيهم، وننوي نية خالصة كده انه رمضان ده يكون هو بداية ال3 عادات دول. اول حاجة النية، اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة الاستغفار. تالت حاجة صلاة الفجر في وقتها، ونحاول ننتظم عليها في رمضان، وننوي اننا نكمل كمان بعد رمضان. مش هنعمل كده في رمضان بس، هنكمل لبعد كده. فلو عملت ال3 دول ان شاء الله ربنا هيفتح ليك ابواب التيسير والتوفيق والرزق والبركه حيث لا تحتسب في حاجات كتيره جدا في حياتك. ودايما ردد دعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واجعل حديثي وأفعالي لوجهك، لا حديث ولا أفعال رياء ولا سمعة. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بشكركم جدا على حسن الاستماع لحلقة النهاردة. أنا عارفة إن هي طويلة شوية، بس كان نفسي جدا إن أنا أعملها وإننا نشارك بعض الثواب في إننا نحاول نقرب من ربنا على قد ما نقدر. ويا رب إن شاء الله يتقبل منكم صالح الأعمال، وتنسونوش في دعائكم، ولكم بالمثل وزيادة يا رب. أشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. دمتم سالمين، إلى اللقاء.